لا هي متنفس. هي انا بشوف في الروايه اللي قدامي اللي انا بقراها، او سواء العمل الدرامي اللي انا بشوفه، بنفس عن اذا كان الغضب اللي جوايا، شحنه الغضب اللي جوايا، او شحنه الامل اللي جوايا، او شحنه الحب او الحزن او الفرح. العمل اللي قدامي هو ده اللي بيخرج من جوايا كل الشحنات دي. فهي مش مجرد مرايه صماء ما بنتواصلش معاها بمشاعرنا وبعواطفنا واحاسيسنا. لا، العمل الادبي سواء في الكتاب او في غيره هو السفنجه اللي بتمص من جوانا كل ارائنا والمشاعر اللي جوانا. في الوقت اللي احنا بنعيشه ده احنا محتاجين فعلا يعني زي نوافذ نفتحها، ولو عايزين نصرخ نصرخ، لو عايزين نتكلم، لو عايزين نعمل اي حاجه. فمن هنا بيجي قيمه الكتاب او العمل الدرامي. الكتاب اللي معانا النهارده الحقيقه كتاب بينقل حال المجتمع المصري وحال مصر، ويمكن بعض الثورات الاخرى اللي قامت في المنطقه. ازاي كان المجتمع، ازاي كان الفساد، الى اي درجه وصل، الى لكن بشكل مباشر او غير مباشر من خلال شخصيات قد نعرفها او قد لا نعرفها، ولكن عندما نقرا الكتاب نعلم عن من تتحدث ولماذا وكيف والى اين تتجه. طبعا تتجه الى الثورات العربيه، يعني ربنا يبارك فيها يا رب ويزيح عنها الهم. ضيفنا وضيفكم النهارده كاتب روايه الجواهرجي المهندس مصطفى محمود. لسه صباحك يا باشمهندس. اهلا فندم، صباح الخير يا فندم. طولت شويه في المقدمه بس كان لازم انوه عن ان الكتاب اولا اول مره حضرتك تكتب روايه ولا ليك اعمال قبل كده؟ ليا عملت بس كان في الخليج في ابو ظبي. انما في مصر في مصر كنت خدت الجائزه الاولى في المسرحيه في ايام عبد الناصر، اواخر ايامه. كنت ايامه في طالب في الجامعه، وخدت الجائزه الاولى في المسرحيه على مستوى العالم العربي. حتى اذكر ان انا خدت منه شيك ب 50 جنيه ايامها في عيد العلم، كان 5000. وبعدين خدت جوائز في نادي قصه اكثر من مره. وبعدين سافرت بعد ما خلصت الكليه، سافرت ابو ظبي فاشتغلت في. انما في مصر ده اول عمل ليك؟ اول عمل في مصر تقريبا. طيب لما احنا نقول ان الكتاب مش مساله اسقاط، لا هو بيفنط كده زي ما بنقول البخار المحبوس بيطلع بس بيفنط يعني الاحداث الاجتماعيه والسياسيه طبعا اكيد وكل اللي موجود. أيوة. يعني انا عايزه هل هناك شخصيات مقابلها موجود في المجتمع المصري قد نعرفها او نحس ان احنا مش شرط يكون اسم، ولكن هو فعل الشخص ده بيخلينا نشوفه في حاجات كتيره جدا الحقيقه يعني في مجتمعنا، وبالذات في العصر اللي فات كان في شخصيات موجوده في كل المجالات. انا اخترت شخصيات في الصاغه عندنا، لان اشتغلت جواهرجي 30 سنه والله. انا واخد دبلوم في الالماس بعد كده من بلجيكا. وفتحت محلي واشتغلت ده خلاني بعدت عن الكتابه او النشر فتره كبيره. في كل جميع المكانات في شخصيات تلاقيها موجوده. يعني مثلا ممكن نقول في الحزب الوطني مثلا شخصيه مثلا عز، اللي هو هنا ممكن يكون سعيد عز. سعيد عز انا سمعت سعيد عز، ممكن يكون احمد عز، وممكن في اكتر من احمد عز. الفعل كده الفعل بالظبط، مش الشخصيه كده. وفي الصاغه جايز في انتهازيين وصوليين، وفي ناس بتتخلى عن المبادئ والشرف والكرامه عشان تكسب زياده وعشان الربح زياده. برضك دي موجوده في كل حضرتك المجالات. كمان نقلت الروايه مش بس جوه مصر، في دول اوروبيه زي برشلونه وكده، يعني أيوة خرجت خارج نطاق. وبرضك في سياق يعني في سياق مظبوط يعني. يعني القاهره، اسكندريه، اوكرانيا، ايوه، باريس، مونte كارلو، كان بلجيكا، برشلونه. كل ده احداث يعني كان فيها ادب الرحلات بطريقه شيقه وطريقه مبهره. يعني انا بعتبر ان السياحه والسفر جامعه تانية، جامعه علميه. الانسان يسمع اكتر ما بيسمع طبيعي، وبيشوف اكتر ما بيشوف في حدود مجتمعه، ويلتحم بمجتمعات ويلتحم بشعوب
وياخد ثقافه من جميع النواحي. عفوا. ايه اللي خلاك ترجع تكتب تاني؟ او يعني المره دي بشكل محترف يعني؟ الحقيقه ايه ليه؟ حسيت ان انا هوايتي قديمه، حسيت ان انا كانت يعني هي كان هدفي الاول، لوما ان الواحد يعني اتجه اتجاه دراسه ثانيه تانيه. يعني انا كنت بحلم من زمان قوي ان انا ادرس فلسفه. والفلسفه دي يمكن بدات اقرا فيها، يعني حضرتك مش هتصدقي، في سن 12 سنه 13 سنه. يا خبر. جان بول سارتر، الوجوديه، مؤلفات البير كامي، كل دول روائيين وجوديين. البير كامي، البرت مارافيا، جان بول سارتر قالت له الوجود والعدم، قالت له سجناء التونه، قالت له الذباب. يعني روايات جامده، مؤلفات جامده قريتها. وبعدين قريت لنجيب محفوظ كل مؤلفاته، لحسام القدوس، لسليمه موسى، لمحمد زكي عبد القادر، لجبران خليل جبران. ده من الشخصيات اللي فعلا بحس ان هو انسان يعني روحه بتسمو لحاجات عاليه. فالحمد لله يعني استمريت في القرايه كتير قوي 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 قوي. لما بقى لان لقمه العيش بره خدتني لما فتحت محل كجوارجي، فخدت وقت مني، او خدت كل. بس بره كنت بكتب وانا في البيت، يعني اكتب مثلا ايه خواطر معينه، اكتب خطوط روايه، اكتب يعني مثلا الحمد لله دلوقتي دي روايه الجوهرجي. انا عندي روايه تانية كامله احداثها كلها تدور في لبنان وباريس. حضرتك لما تطلع ان شاء الله في الوقت المناسب، روايه حلوه جدا. بجانب في روايه تانية كمان خلصتها بردك كامله، عاطفيه رومانسيه لاقصى حدود. وفي الاخر بقى كمان في كتاب بعمله او خدت كاتب بخطوطه، وده هيكون فجأة، لانه هيكون بيتكلم عن كرامة الانسان، الصفات. طب لو رجعنا للكتاب هنا، حضرتك عامل مقارنات يعني بين المجتمعات وبين الشخصيات، لو ينفع ان احنا نسميها مقارنات، يعني بتسلط الضوء على يعني شخصيات معينه وعلى مجتمعات معينه، وسايب للقارئ حريه ان هو يقارن. ايوه. هو في الحقيقه يعني في شخصيه عالم موجوده، هي خدت حدود حد محدود، اللي هي صوفيا في القرانية. انا صورتها ان هي كانت عاشت حياتها مأساة، سواء ايام الشيوعية وايام الرأسمالية. يعني كانت مقهورة في المذهبين، او السياسة الشيوعية والرأسمالية. أكني بقول ان احنا اصبحنا محتاجين الى مذهب تاني، الى حاجه تانيه يكون فيها عداله اجتماعيه اكتر. لان الانسان في الشيوعيه ما خدش حقه، وما خدش ما كانش فيه عداله اجتماعيه. يعني مثلا من ضمن الحاجات في الشيوعيه كان في، انا شفتها لمستها في دول الشيوعيه وزرتها، كان في اماكن محلات خاصه وزي ما يكون فري شوبس موجوده لاعضاء الحزب الكبار، محرمه على الشعب تماما. كان في كمان مصايف لرؤساء الاحزاب الكبيره، الحزب الشيوعي. الرأسمالية برضك اللي اتمتع بيها هم اصحاب المصانع ورأس المال الكبير. اما الشعب دايما الطبقه المتوسطه بالظبط مظلومه، وما دون المتوسطه حقوقهم مهدره، محرومه منها فعلا. طب يعني لو احنا يعني هو مش بعيدا عن الكتاب ولكن ليه صله برضه، كيف ترى الان، وانا بتكلم هنا بصفتك رجل اعمال وبتعمل في مجال مهم جدا ويتاثر جدا بالسوق، والسوق متاثره بالاحداث، كيف ترى ما يحدث الان على الساحه السياسيه؟ اولا الصدام بين الاخوان والمجلس العسكري، الصدام بين مجلس الشعب ممثله في الاغلبيه اللي هم برضو الحريه والعداله الذراع السياسي للاخوان المسلمين، وحزب النور الذراع السياسي للجبهه السلفيه، بين مجلس الشعب وحكومه الجنزوري.
بين الاخوان او اللجنه التاسيسيه المتمثله في اغلبيه من هاتين القوتين، الاخوان والسلفيين، وبين القوى السياسيه الاخرى. فاحنا هنا في عامل مشترك. ايوه مظبوط مشترك. كيف ترى ما يحدث؟ الحقيقه الاخوان او العداله وسموها، يعني كنت اتمنى ان هم يكونوا منصبهم سياسي. حزب مجلس الشعب دي جهه سياسيه بحته، لكن للاسف بنلاقي ان هم خلطوا الدين مع السياسه. يعني اول مره نسمع واحد يقدم في مجلس الشعب. تاني حاجه، يوم ما كان توفى الانبا شنوده، وده راجل كان عظيم فعلا، ورجل كان مع الوحده الوطنيه، صح، وتماسك بيها، مواقف يعني هو وكان بيتسامح ويعدي الامور من اجل مصر. يوم ما قالوا نقف حداد دقيقه وقف. السلفيين قالوا لا ده حرام. انا مش فاهم، يعني هل ده في صالح الحزب المحبه اللي بين المسلمين والرقابات، ولا دي ضدها؟ موقف زي دوت، هل دي يأثر تأثير سيء ولا جيد؟ طبعا سيء، ما فيش شك. الاحداث يعني دي ليها في تأثير. حاجات معينه، يعني بقول بصراحه جالنا خيبه امل في مجلس الشعب. كنا نحب ان مجلس الشعب يكون مجلس سياسه، ويشوف الاقتصاد والبلد ايه نهرب بيها. اما الجنزوري فانا بعتبره ان هو رئيس وزراء ممتاز، لكن بيحاربوه كتير. الفتره محدوده. يعني قلنا مثلا ان هو بقاله قد ايه؟ 4-5 شهور مثلا، حصل فيها كام مظاهرات وكام اعتصامات وكام مطالبات في وقت البلد يعني بتقع اقتصاديا. طب هو يعمل ايه؟ يعني لازم ياخد فرصه عشان نحكم عليه على الاقل سنه او سنتين. لا، في راي من مجلس الشعب بيقول ان، واراء اخرى الحقيقه يعني بيقول ان هو من ساعه ما جه وازمه بعد اخرى وازمه بعد اخرى، ولا يتم التصدي لها بشكل محترف على الاقل، ولا حتى يعني مش هنقول بس منصف، ولكن حتى بشكل محترف. لم يتم التصدي لاي ازمه من الازمات بشكل محترف كاف، ولم يتم الرد على الشعب في التساؤلات التي يسالها والازمات التي يواجهها، ولا نشعر. يعني في كتير من الناس بتقول احنا مش حاسين ان احنا عندنا حكومه، مش حاسين. انما انا سؤالي هنا، كيف يؤثر هذا على يعني مجال حضرتك مثلا، على سوق الجواهر او سوق؟ لا طبعا انا هذه التجاره يعني. ايوه، لا موقفنا حساس جدا دلوقتي اصبح. يعني حتى كل المحلات ما حدش عارض بضاعه في الفيترينات، لان ما فيش امن. مفيش امن. كده. والامن الحقيقه، يعني هقول لك حاجه سعادتك، يعني هقول لك البلطجيه هم بيهددوا الشعب والامان. ولو شفنا العدد بتاع البلطجيه عدد قد ايه، بيطلعوا ازاي، كانوا بيطلعوا تحت الارض. مهما كان قوه البوليس او في قوه امنيه مش كفايه. يعني احنا دلوقتي محتاجين لعدد مضاعف عن الاول من ناحيه الامن. فده برضك هقول حاجه، وده كمان ان دوت من عيب في الشعب، ان محدش عايز يدي صبر. كله عايز وده يعمل النقل، بيعملوا مظاهرات عايزين زياده مرتبات. طب زياده المرتبات في وقت البلد ما فيهاش فلوس، يعني المعادله صعبه. يعني المهندس مصطفى محمود، انا بشكر حضرتك جدا على لقائك معنا، وفي انتظار بقى يعني رواياتك القادمه. بس انا شخصيا يعني حابه في روايتين اللي تدور احداثهم في لبنان وباريس. أيوة. لان انا بحب المكانين دول جدا. ان شاء الله هيمكن ان شاء الله. والروايه الاخرى العاطفيه برضو بتهيألي انها هتكون. انا عايز اقول حاجه بس، كلمه اخيره يعني ممكن. فضل. هو ان احنا لازم نحيي الشهداء اللي ماتوا سنه 67. مات 30,000 جندي اتحطوا في مصيده
بدون ترتيب وبدون حمايه وبدون قائد عسكري، وزاره حربيه كانت في وادي اخر والجنود في وادي اخر. دي ناحيه. عايز احيي اللي ماتوا سنه 73 وبالذات المسيح القبطي اللي اول واحد يرفع العلم على الضفه الشرقيه. وعايز احيي انور السادات اللي مات واقف شجاع مواجه اللي بيقتله. وللاسف ان حسني مبارك كان بيستخبي تحت الكرسي. عايز احيي شباب 25 يناير اللي هم اللي كانوا مفيش فرق بين مسلم او مسيحي، كلهم واحده وطنيه كامله وادوا رساله كما يجب. انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس اشكرك. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بنكمل فقراتنا مع ضيوفنا على الهواء مباشره. ويسعد صباحك.